وكده يا جماعه اخر حاجه خلصناها، قلينا البتنجان كله اهو زي ما انتم شايفين اهو. بطلعه معاكم اوريكم هنحط ايه تاني بعده. يعني في ناس بتعمل كل حاجه فيها مستويه بترصها، حتى الرز بيعملوه مستوي، احنا لا، احنا طريقتنا مع الرش دي غير طريقه اي حد، يمكن زي السعوديين. هنزل معاكم كده البصل اهو والفلفل والثومه اهو، هنديهم ضربة ملح كده زي ما انتوا شايفين. قلبي قلبي قلبي. والنهارده طبعا انتوا مستغربين المطبخ، مستغربين المطبخ. احنا النهارده عند حماتي يا جماعه، النهارده الجمعه واحنا بايتين من امبارح هناك، والنهارده بنعمل مقلوبه وفراخ اجنحه كنتاكي كده. هي عايزه شويه زيت اهو، هنط كده معلش، حط شويه زيت كده مش كتير قوي عشان الزيت غالي، بس الزيت بقت 70 جنيه. هنقلبها كده، نعلي النار ونقلبها تاخد تشويحه، تعالى اوريكم انا بس البتنجان ازاي اهو كده. نرص فوق البطاطس في الاخر اعمل كده ماشي. هعمل كده عادي، اتكلمي ما تتكسفيش. دي عمة حمودي وروناء يا جماعه اللي بتتكلم، بس مكسوفه تظهر، مكسوفه تطلع صوتها يعني. احنا كده على طبيعتنا، على رأي روناء الايد الشقيانه اهو. بصوا كده، بس اول طبقه معانا. عارفين طبعا ان انا كل شغلي بشتغله بايدي. نحط كده شويه كمون، بصوا خليكم معايا في البهارات، شويه كمون كده تبهري الحاجه عشان لما تقلبي الرز يعني تحطي الرز يطلع كله. فلفل اسود اهو، نص معلقه كده فلفل اسود، ونص معلقه خلطه بهارات اهو كده. مش هنحط له عشان البتنجان مملحينه، مش هحط له ملح. ودي رشه كزبره، كل طبقه تحطيها حط لها بهارات اهو كده. هنرص كده تاني اهو. اخر طبقه هننزل بيها، احنا مش هنحط الفراخ في قلبها يعني. اخر طبقه يا جماعه ننزل بيها هي البصل، هنحط كده في النص قرنين الفلفل الحامين الجمال دول، هتطلع ايه مشطشطه. طبعا هنعمل معاها اجنحه مقليه زي اللي انا عملتها وصورتها قبل كده في القناه، وفراخ، وكل حاجه هنوريها لكم بشكل نهائي اهو كده زي ما انتم شايفين. برضو هنروح هنديها برضو ذرة فلفل اسود اهو. احلى حاجة في المقلوبة دي يا جماعة البهارات بتاعتها. نحط كده شوية بهارات، كل حاجة، كل البهارات الحلوة اللي عندك ما تستخسريهاش، كمون كزبرة فلفل اسود السبع بهارات، كل حاجة حطيها تدي نكهة حلوة جدا في المقلوبة. بس كده دي كده جهزت، وعلى ما يستوي البصل والجزر اللي انا لسه هضيفه عليه هوريكم شكله النهائي ونفضل استنونا. وكده يا جماعه خلصت كل حاجه معاكم، ودلوقتي هبهر الرز قدامكم. انا ببهره بره، بحط له الكاري والكركم والزعفران قدامكم كده بره اهو كده. بحط له شويه بهارات، بهريه كده بره بيبقى احلى واطعم كده. متحطيش بس ملح، وانا حاطه الشوربه على النار. تقلبيه كده اهو زي كده، شويه فلفل اسود تمام.
كده بهريه كده بره. كده كركم. كركم. هحط كركم تاني. انا بحطه في الرز، مش في الشوربه. لا مش هحط في الشوربه، انا بحطه في الرز. انا بحطه في الرز. ما انا بقلبه كده في الرز بيبقى احلى. بدي بس انا برضو حاطه على البصل اهو. تطفي رونق على البصل اهو كده. خلصت معاكم ويلا بينا على البوتاجاز. اهو كده البصل خلصناه زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بيه كله هنا اهو. بسم الله كله اهو. يا ريتكم معانا يا جماعه تشموا الريحه جميله جدا. اشيل كده الطاسه معاكم، اولع معاكم النار اهو. نحط كده، نحط الحله وننزل زي ما انتم شايفين اهو بالرز. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا اهو كده. شايلين لي رز. لا حلو كفايه كده. حطيتي الكيلو؟ كيلو شويه حطيت اهو زي ما انتم شايفين. عادي اتكلمي يا موبايل كده راحتك عادي. اليوم المفتوح النهارده. والفراخ استوت وانا مجهزه شوربه ليها اهي. مجهزه لها شوربه. هعلي كده على الرز، هنزل قدامكم. لو هحس ان لونه فاتح ممكن ازود له في الشوربه شويه كركم. كده بس هزود في الشوربه شويه كركم. ماشي، احط كده شويه كركم. هو مفيش زعفران عندكم؟ كتري من ده. كترت مش مشكله، حتى لو طلعت مش صفرا قوي مش مشكله. لا كده حلو كده يظبط لونها. نقلبه دلوقتي. اهو زي ما انتوا شايفين كده نزلت بالشوربه كلها. ده كله اهو بيدوب. برضه بتخديه عشان تشوفي الميه بتاعتها مظبوطه ولا لا. ده اول ما يعني الكلاكيع اللي انتوا شايفينها دي من البهارات اول ما بيفور كلها بتروح بتدوب، لان دي في حتت ماجل منها زي كده زي ما انتوا شايفين. وهنغطيها قدامكم. اول ما نيجي نغرفها وتتشرب هوريكم شكلها، استنونا. وكده قلبنا المقلوبه، حله المقلوبه. يا سيدي يا سيدي على حله المقلوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا واو يا جماعه شكلها روعه. شوفها كده بس البخار مش مخلينا نركز ولا تشوفوا شكلها. بصوا هنا محضرين السلاطين عشان نغرف فيها الشوربه. وهنا بنقلي الاجنحه اهو. قلينا جهزنا ودينا المخلل على الطبليه. اللهم صل على النبي، حاجه تحفه. هنا يا عم الشوربه اهي، الشوربه بتفور. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.